بونجور بونجور، نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتم تتفرجوا في فيديو اليوم باش نشارك معاكم شوية من الروتين متاعي. عندي برشا ما عملتش معاكم الروتين متاع النهار. نطبخ البرشا وعندي برشا مانيش أكتيف على القناة متاعي. إن شاء الله نرجع بشوية بشوية خاطر عندي برشا حاجات قاعدة نعمل فيهم وما عادش نلقى الوقت بالكل باش نصور وباش نعمل مونتاج. صحيح نبدا شيخة وانا نصور في حاجة هيك باش نهبطها، لكن الله غالب، الوقت هو اللي يغلب كل شيء. بغيف اليوم باش نشارك معاكم كما قلت لكم في اول فيديو شوية من الروتين متاعي، وهذا اول ما بديت نهاري تقريبا. الفطور هذا شاركته معاكم قبل، وبما انه هو الاكثر فطور متاع الصباح ساعدني باش نقص في الوزن، هكا علاش حبيت نعاود نفيدكم بيه. هوني تاخدوا ترانش متاع خبز، يعني البان كاغي هذاكا، وتحطوا فيه تاخدوه ماذا بيكم متاع قمح وتحطوا عليه كعب عظم بالطبيعة. تفوحوا بشوية ملح وشوية فلفل أسود. صحيح الفطور هذا الصباح ما تحسوش هيك يحل الشهية برشا، أما بالحق راهو efficace على الآخر باش تنقصوا في الوزن. كيف تبدوا نهاركم بفطور كيما هكا بالحق تحسوا برواحكم خفيف، وتحسوا برواحكم قاعدين تنقصوا هيك بشوية بشوية. المفيد نواظبوا على الحاجات. عملت معاها كيس ماء فيه القارص ويبدا ما دافي برشا، ذاك اللي نبدا به نهاري. بعد حطيت الخبز هذا والا خبز القمح، انتم وشنو تحبوا. المستحسن يبدا طرنش واحدة هذيك من البانكاغي هذاك، وهذه العظمة حطيت عليها شوية جلجلين من الفوق، حطوا عليها اللي تحبوا. أنا زادا نكثر فيها شوية الفلفل الأسود. وبالنسبة لهذا اللي هو في تونس نسميوه الجرجير، عملته كيما السلطة مع الخبز ومع العظم، وحطيت عليه هكا شوية قارص، تفوحها بشوية قارص وشوية ملح وهكا تبدا حاضرة. الحاجة الأخرى اللي ساعدتني زادة في فطور الصباح صورتها وحطيتها لكم، الخبز هذا اللي يبدا مبشبط، تنجموا تشريوه هكا كيما تنجموا تعملوه وحدكم في الفور. حطيت عليه شويه معجون متاع مشماش اللي عملته انا في الدار، ما فيش سكر، وحطيت عليه شويه جلجلين، شويه زرعه كتان، وشويه قلوب عباد الشمس هذيك. يجي بنين بنين على الاخر مع قهوه الصباح، ويفيدكم زياده باش ما تزيدوش في الوزن وما تاكلوش الحلو برشا. وهوني كما تشوفوا ولدي بعد ما فطر اول حاجه مشيلها هو لوز لايم هذا اللي يجي وقت اللي يتغرم بيه بالكدا بالكدا، وفما وقت اللي يخليه حتى لين يشيح في الدبابس. وساعات يتغرم بيه يبدا يصب ويخلط يصب ويخلط، شوفوا كيفاش شيخ عليه. هما الحقيقه فيهم جو برشا الحاجات الكل هذيك، فيها برشا جو. انا ساعات نمشي نعاونو باش يعمل وحده، نقعد نلعب انا بيهم على خاطر بالحق فيهم متعه كبيرة برشا. كيف نبداو هكا شايخين عليهم ونعديو معاهم في الجو. هما أصلا يحبونا نلعبوا معاهم الصغيرات، وما فيها بيس هكا كيف نفرحوهم ونلعبوا معاهم. نقعد نلعب معاه شوية، شوفوا كيفاش شيخ عليهم، أما عملهم الكل وهاكا في الآخر حسيلو خلط فوق الطاولة، وأنا وقتها في الكوجينة وهو خلط فوق الطاولة ديك. خلط بالطبيعة في حاجة هيك غارقة خاطر عنده الحاجة بتاعو اللي يخلط فيها، وعنده الحال وعنده المغرفة اللي يخلط بها. حسيلو كل شيء عنده غادي، صب من كل واحدة شوية شوية، هاكا فرغهم الكل. وكيكا أنا بيدي ارتحت منهم على خاطر كل مرة يقعد ويجبد ويبلبز ويعمل لي هكا خوذة في البلاصة اللي يعمل فيها. صبهم الكل وهاكا شيخ بيهم ولعب وعمل بيهم جو كبير. وبعد قنعني باش نهزو للباركو، وشفت زاد الطقس مزيان وقلت علاش لا ما نخرجوش يتفرهد شويه. يحب يلعب كان الكوره، وانا ما نحبش نلعبها. نحرك معاه الساقيه وكهو، مره نجري معاه شويه، مره كان نبدل له حاجه اخرى يلعب بها. ولكن هو شد صحيح باش يلعب كان الكوره خاطر هذيك هي لعبته المفضلة. يحب يلعب يقعد يلعب كان بالكرة، بالرغم هزيت له البسكليت وهزيت له الحاجات اللي يلعب بهم الكل، لما هو ديما الأكثر يرجع للعبة هذه. وبما أني مخرجته هو باش يتفرهد، هاكا مخليته على كيفه يلعب كيف ما يحب. ساعات نقنعوه ونبدلو نلعبوا حاجة أخرى. اللعبة هذه أنا نحبها برشا، وهكا علاش نهزها ونحب نعلمها له. ما عندوش بها غرامة كبيرة، ما ساعات هكا كيف يتعمق هكا شوية ونقول له لي أنا غلبته واللي أنا نرمي خير منه والكل يولي
يقتنع شوية هكا ويرجع يلعب معايا شوية، أما يدور ويرجع للعبة الأخرى. الحصيلو لين يتعدى النهار كل مرة هكا نبدله شوية، كل مرة نبدله حاجة وكيك الصغيرات يتفرهدوا قداش من قاعدة الدار بربي. احنا كبار والدار ما نحبوش نقعدوا فيها برشا، خليهم صغيرين. نهار السبت ولحد ولدي الاكثرين يهزوا للبلايص اللي كيف هكا ذوما اللي يشيخ فيهم ويتفرهد فيهم، باش يبعد حتى شويه على التليفون وعلى البلاي ستيشن. هذوك هما الحاجات اللي يشدهم في الدار ولا التلفزه. الصغار زادوا عرفوا حكايه التيك توك والحاجات هذوما، ولاو ديما شادين التليفونات. المستحسن هكا قد ما نخرجوهم ونبعدوا بهم على الدار باهي، كيك يتفرهدوا يلعبوا ويعيشوا الصغر متاعهم. هوني حاسيلو تشيفولو هذه ما قنعته بها، كان بالسيف ما يحبش يلعب فيها، ما نعرفش علاش. غير شي هذه بدلوها على خاطر عملوها متاع كبار شويه، اما الاخرين متاع الصغار ما حبش يلعب فيهم بالكل. ملي هو صغير ما عندوش بيهم غرام، نبدينا نقرق بيه باش يطلع هكا يلعب شويه. اما بحكم هذه جايبينها جديده متاع صغيرات اكبر حتى منه، خاطر شوفوا راهي يعني نجم يحط ساقه في الفضاء ولا حاجه متاع صغيرات اكبر شويه. بديت نقنع فيه بشويه بشويه، شديته المرات الاولانيين وبعدها وكبدا بشويه بشويه، وكان خايف من الاول وبعد بدا بشويه بشويه يستانس بها وطلع فيها ولا يطلع ويهبط وحده. حسيله فرحان اللي هو يطلع ويهبط وحده. هذه تقريبا المره الثالثه ولا الرابعه اللي يحاول انه يتعداها وحده من غير ما نشده. هكا علاش شد صحيح ولعب فيها شويه هو كيكا، على الاقل قعد تفرد فيها شويه ولعب فيها شويه. هكا علاش من الاول جاتو صعيبه وجاتو حاجه جديده خايف منها برشا. الحاجات هذو ما يطلعش فيهم، يطلعوا فيهم اللي اكبر منه. اما المره هذه هاكا شد صحيح وطلع حسيلو شيخ فيها في الاخر. وبعد حسيلو بعد ما لعب شوية غادي رجعنا للكورة ورجعنا للعبة هذه اللي أنا أصلا كما قلت لكم من الأول ما نحبهاش بالكل. واحد يحب يلعب، أما هوني خليته زادا لعب وحده شوية بالكورة، ما لعبتش معاه. بعد زادا هزيت له هذه لعب بها وتفرهد بالقدادي. نحبو يشيخ فيها بالقدا خاطر حتى أنا تعجبني برشا. أما مازال ماهوش متعلم وما قاعد يتعلم بشويه بشويه. اما هوني غلطت كيف ما هزيتلوش البروتاج اللي يحطوا على ركيبه وعلى مرافق يديه، خاطر تنجم تطيحوا في اي لحظه. المرات الاخرين كيف نهزو بالوحده نتاعها بالبروتاج نتاعها. على ذاك حتى كيف يطيح ما يجرى له حتى شيء. وبما اني نسيتهم المره هذه ما خليتوش يلعب بها برشا. روحنا للدار، دخلنا عملنا قيلولة، ما سمعتش الباب كيف صونا. والكورييري جاب لي الباكو حطوا لي قدام الباب. حبيت نشاركه معاكم، مش اول مره نشري منه سيت اديداس راكم تعرفوها، ما جيست حبيت نوريكم وحبيت نقولكم عليه بالحق. يعني السيت متاعهم ياسر ثقة. السيت متاعهم اذا يقول لك يجيك في نهارين يجيك في نهارين، واذا يقول لك يجيك في نهار القضية نتاعك توصلك في نهار. بالطبيعة فيه برشا ميزات باهيين، في برشا حاجات خير من السيتات الاخرين. اذا حاجتك ما توصلكش وفي النهار اللي انت تحب عليه وتحب ترجع فلوسك يرجعوك فلوسك. اذا كان الحاجة ما عجبتكش والا الطايم تاعها ما جاش قدك ولا حاجه، بالرغم انت تبدا اخترته يبدلولك ويبعثوك في الوقت اللي يقولوك عليه بالضبط. ما يقعدش حتى في التبديل باش تبدلوا في ساعه يجيكم. يحطوا لكم فوق منه الاوراق، يحطوا لكم فوق منه تفاصيل الكل. كان تحبوا تبدلوا ولا تحبوا ترجعوا الحاجه وتاخذوا فلوسكم، راهم ثقه على الاخر والحاجه اللي يكتبوها لكم هي اللي يمشيوا بها. خذيت الولدي الصفدري هذا مزيان برشا وحاجه كلاس، شوفوا ياسر مزيانه وحاجتهم راهي بالحق تشد على الاخر وتقعد معاكم وتطول معاكم بالكدا بالكدا.
حابين نشارك معاكم كان في الآخر شوية هكا من الباكو. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، إن شاء الله الروتين يكون عجبكم، ما بقى لي غير باش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين.